أهلا بيكم في حلقة جديدة. قبل ما نبدأ، لو حابين يوصل لكم كل جديد اشتركوا في قناة منديل وفعلوا الجرس. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا: الزعل من نفسك. اللحظة اللي تبص فيها للمراية وتقول أنا مش راضي عن اللي وصلت له، أنا ضيعت وقت، أنا بخيب أملي في نفسي. إحنا ساعات بنفتكر إن الزعل من الدنيا أو من الناس هو الأصعب، لكن الحقيقة إن أصعب زعل هو الزعل من نفسك، لأنك بتبقى مش قادر تهرب. الناس تسيبهم، الظروف تتغير، لكن نفسك هتفضل معاك. الزعل من نفسك بيجي بأشكال كتيرة: حد لسه مش قادر يحقق اللي كان عايزه، حد واقع في غلطة وبيجلد نفسه عليها، حد بيقارن نفسه باللي حواليه ويقول ليه أنا لأ، أو حتى حد حاسس إنه مش كفاية مهما عمل. الغريب إننا بنبقى قاسيين على نفسنا أكتر من أي حد تاني. يعني ممكن تسامح شخص غريب جرحك، لكن ما تسامحش نفسك على خطأ صغير. وده اللي بيخلي الزعل من نفسك مؤلم ومرهق لدرجة إنه يكسرك من جوه. لكن هنا لازم نوقف ونسأل: هو الزعل ده بيبني ولا بيهد؟ لو زعلت من نفسي، هل ده دافع يخليني أتغير، ولا مجرد قيود بتخنقني أكتر؟ الحقيقة إن أغلب الوقت الزعل بيتحول لجلد ذات، والجلد مش بيصلح، بالعكس بيدمر أي فرصة إنك تنهض. لما نفكر كويس هنكتشف إن في فرق كبير بين نوعين من الزعل: في زعل صحي وفي زعل سام. الزعل الصحي هو اللي يخليك توقف لحظة وتقول أنا غلطت بس أقدر أتعلم وأصحح، هو اللي يفتح باب للتغيير مش باب للكراهية. الزعل الصحي بيخليك تتواضع، تشوف نفسك على حقيقتها، وتبدأ تدور على حلول. أما الزعل السام فهو اللي يعلقك في الماضي، يخليك تفضل تلف حوالين نفسك من غير أي خطوة لقدام. تقول طول الوقت أنا وحش، أنا فاشل، أنا مش نافع. الزعل السام زي النار اللي تاكل فيك من غير ما تنور لك طريق. المشكلة إن معظمنا عايش في النوع التاني: جلد الذات، مش مراجعة ذات. نقعد نعيد ونعيد نفس الجملة: ليه عملت كده؟ لو ما كنتش، يمكن كان زماني. وننسى نسأل السؤال الأهم: طب ودلوقتي أقدر أعمل إيه؟ الحياة مش بترجع لورا. أنت عمرك ما هتقدر تمسح الماضي، لكن تقدر تبني من دلوقتي. كل مرة تعاتب نفسك زيادة عن اللزوم افتكر: العتاب لو ملوش خطوة بعدها يبقى مش حب لنفسك، ده كره ليها. المسامحة مش معناها إنك بتبرر غلطك، لأ، المسامحة معناها إنك بتدي لنفسك فرصة تبدأ من جديد. خلينا نتكلم عملي: إزاي أحول الزعل اللي جوايا لخطوات تغيير بدل ما يفضل وجع يستهلكني؟ الخطوة الأولى: اعترف من غير ما تبالغ. قل لنفسك أيوة أنا غلطت، أو أيوة أنا قصرت، لكن ما تضيفش عليها أحكام قاسية زي أنا فاشل، أنا إنسان وحش. في فرق بين الغلط وبين هويتك كشخص. الخطوة التانية: اسأل نفسك سؤال ذكي بدل ما تفضل تسأل ليه عملت كده. اسأل طب أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي عشان أصلح أو أتعلم. الفرق بين السؤالين ده هو الفرق بين اللي بيتعلق في الماضي واللي بيتحرك لقدام. الخطوة التالتة: سامح نفسك زي ما بتسامح غيرك. لما صاحبك يغلط انت بتقول ماشي كلنا بنغلط، طب ليه نفسك ما تستحقش نفس الرحمة؟ المسامحة مش معناها تنسى، لكن معناها تدي لنفسك فرصة تعيش من غير قيود. الخطوة الرابعة: خليك عملي في الإصلاح. لو غلطت مع حد اعتذر، لو قصرت في شغلك أو دراستك حط خطة صغيرة تعوض بيها، لو ضيعت وقت استثمر الساعة الجاية في أي حاجة مفيدة بدل ما تضيع يوم جديد في جلد ذات. الخطوة الخامسة: افتكر إنك إنسان مش آلة ولا ملاك. أنت هتغلط وهتتوب وهتقوم تقع تاني وهتقوم تاني. والقيمة مش في إنك ما تغلطش، القيمة في إنك ما تفقدش نفسك وسط الغلط. خليني أديك شوية أمثلة من حياتنا اليومية عشان الكلام ما يفضلش نظري. تخيل طالب كان عنده امتحان مهم وما حضرش كويس، خرج من اللجنة وهو بيقول أنا ضيعت مستقبلي، أنا مش نافع. الزعل هنا ممكن يقتله من جوه، لكن في الحقيقة اللي يفرق مش اللي فات، اللي يفرق هو هتتعلم من الغلطة وتستعد للي جاي، ولا هتفضل تحبس نفسك في نفس الجملة. مثال تاني: شخص دخل في علاقة مش صحية، اختياراته وجعته وخرج منها محطم. لو فضل يجلد نفسه طول الوقت هيضيع فرصته يعيش ويبدأ من جديد. لكن لو قال أنا اتعلمت الدرس، المرة الجاية هعرف أختار صح، يبقى حول الوجع لخطوة نضج. مثال ثالث: حد وعد نفسه يبدأ يشتغل على صحته، يلعب رياضة أو ياكل كويس، بس يوم ورا يوم يلاقي نفسه بيرجع لعاداته القديمة. الزعل الطبيعي يخليه يحس بالذنب، لكن الزعل الصحي يخليه يقول ماشي وقعت،
بس أقوم تاني وأبدأ من دلوقتي حتى بخطوة صغيرة. الحقيقة إن الزعل من نفسك وارد يحصل لأي إنسان، لكن الفرق كله في الاتجاه. يا إما تخلي الزعل يقفل الباب، يا إما تخليه يفتح لك باب جديد. أوقات كتير الزعل من نفسك مش بيكون صدفة، ممكن يكون رسالة، رسالة من ربنا أو من روحك بتقولك أقف وارجع لنفسك قبل ما تكمل في الطريق الغلط. إحنا ساعات بنفتكر إن الغلط بيبعدنا عن ربنا، لكن الحقيقة العكس. الغلط ممكن يبقى الباب اللي يخلينا نرجع له أقرب. الزعل من نفسك لما يتوظف صح يخليك ترجع تقول يا رب ساعدني أكون أحسن. اللي بيخلي الزعل يبقى خانق هو إنك تشوفه نهاية، لكن لو شفته كنداء هيبقى بداية. بداية مصالحة مع نفسك، بداية مصالحة مع حياتك، وبداية رجوع صادق لربنا. خلي بالك، ربنا ما بيقفشلك عند الغلط. يعني حتى اللي أسرفوا، مش بس اللي غلطوا غلطة صغيرة، برضو ربنا بيقولهم ما تقطعوش الأمل. فالزعل أوقات بيكون رحمة مش لعنة، لأنه بيوقظك من الغفلة ويخليك تكتشف إنك محتاج تعيش بشكل أصدق مع نفسك ومع ربك. خلينا نرجع الموضوع لخطوات عملية يومية أي حد يقدر يعملها عشان يخفف زعله من نفسه ويبدأ يصالحها. اكتب بدل ما تعاتب لما تلاقي دماغك بتجلدك. ليه عملت كده؟ ليه ضيعت وقت؟ هات ورقة واكتب كل اللي جواك. لما الكلمات تخرج من دماغك للورق بتخف كتير. حدد خطوة صغيرة بدل ما تفضل تقول أنا ضيعت حياتي. قول طيب أنا أقدر أعمل إيه النهاردة بس؟ حتى لو خطوة صغيرة زي قراءة صفحة كتاب أو ترتيب مكانك أو مكالمة مهمة، الخطوة الصغيرة بتفتح باب كبير. عامل نفسك زي صديق. لو صاحبك قالك أنا ندمان وزعلان من نفسي، هتقول له أنت فاشل؟ ولا هتطبطب عليه وتقول عادي اتعلم وابدأ من جديد؟ طب ما تعمل كده مع نفسك برضه. استبدل جلد الذات بالاستغفار. بدل ما تكرر جملة أنا وحش، أنا مش نافع، حولها لاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار مش بس بيمسح الغلط، ده كمان بيطمن القلب ويخليك تبدأ صفحة جديدة. كافئ نفسك حتى لو بشيء بسيط بعد ما تاخد أي خطوة صغيرة صح. ما تستناش العالم يصفق لك. كافئ نفسك بحاجة بتحبها، مشروب دافي، حلقة مسلسل، أو حتى كلمة لنفسك برافو عليا. اللي يغير الزعل مش الكلام الكبير، لكن التفاصيل الصغيرة اللي نكررها كل يوم. الرحمة بالنفس مش رفاهية، دي ضرورة. اللي بيرحم نفسه يعرف يعيش، واللي يقسو عليها يفضل أسير جواه. تخيل نفسك زي زرعة صغيرة، لو كل يوم تفضل تشدها من جذورها عشان تكبر أسرع، إيه اللي هيحصل؟ هتموت. لكن لو رويتها مية بسيطة وشوية شمس وشوية صبر، هتكبر طبيعي. نفسك بالظبط كده، لو كل يوم جلد وقسوة وعصبية، ليه عملت؟ ليه قصرت؟ أنت مش نافع، يبقى أنت بتقطع جذورك بإيدك. لكن لو اديت نفسك رحمة وصبر، ماشي غلط، أتعلم وأقوم، هتلاقي نفسك بتنضج وتكبر من غير ما تحس. الرحمة بالنفس مش معناه كسل أو مبررات. الرحمة معناه أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت، أدي نفسي معاملة إنسانية زي ما بعامل أي حد بحبه. الغريب إننا ساعات ندي رحمة للغريب وننسى نديها لأقرب حد لينا، نفسنا. ويمكن ده أهم امتحان في الحياة، إزاي تكون إنسان مع نفسك قبل ما تكون إنسان مع الناس. في فرق ضخم بين إنك تزعل من نفسك وإنك تتعلم من نفسك. الزعل بيخليك واقف مكانك، تكرر نفس اللوم، تعيش في نفس الحلقة. أنا غلط، أنا وحش، أنا ما بستاهلش. لكن التعلم يفتح باب. أيوة غلطت، بس إيه الدرس؟ إيه اللي هاخده معايا لبكرة عشان ما أعيدش نفس الغلطة؟ الزعل يستهلك طاقتك، التعلم يبني طاقة جديدة. الزعل زي حمل على ظهرك، التعلم زي سلم تطلع بيه لفوق. إحنا محتاجين نغير المنظور. بدل ما نقول ليه عملت كده، نقول طيب إيه اللي هعمله المرة الجاية بشكل أحسن. حتى أكبر الناس اللي بتعتبرهم ناجحين أو ملهمين كلهم غلطوا. الفرق الوحيد إنهم ما وقفوش عند الزعل، لكن استخدموا الغلط كمدرسة. فكل مرة تلاقي نفسك واقع في دايرة جلد الذات، اسأل نفسك أنا دلوقتي بتعلم ولا بس بجلد نفسي؟ ولو الإجابة إنك بتجلد، يبقى غير الاتجاه فوراً. الزعل يكسرك، لكن التعلم يبنيك. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الزعل من نفسك يزيد هي إنك تقارن نفسك باللي حواليك. تفتح السوشيال ميديا، تلاقي الكل ناجح، مبسوط، مسافر، بيشتغل، بيحقق، وتبص لنفسك وتقول طب وأنا؟ ليه أنا مش زيهم؟ المقارنة دي زي سم بطيء، بتخلي عينيك على غيرك بدل ما تبقى على نفسك. والمصيبة إنها مش مقارنة عادلة أصلاً. أنت بتشوف صورة صغيرة من حياة غيرك،
ومش شايف الكواليس ولا وجعهم. الحقيقة إن كل واحد ليه وقته وليه قصته وليه امتحانه الخاص. يمكن غيرك نجح في حاجة أنت لسه بتسعى ليها، بس يمكن أنت عندك قوة في مجال هو لسه ما لمسهاش. لما توقف تقارن نفسك بالناس وتبدأ تقارن نفسك بنفسك، تقول أنا دلوقتي فين مقارنة بنفسي من شهر، من سنة، ساعتها بس هتحس إنك بتتحرك، لأنك هتشوف التطور حتى لو كان بسيط. المقارنة مع غيرك هتسرق منك فرحتك، لكن المقارنة مع نفسك هترجع لك ثقتك. الندم شعور صعب، بس صدقني هو مش عدوك. الندم في حد ذاته دليل إن قلبك لسه صاحي ولسه عندك ضمير. اللي ما بيندمش هو اللي فعلا ضايع، لكن اللي بيندم عنده فرصة يتغير. المشكلة إننا بنسيب الندم يتحول لحمل، نحمله على ظهرنا ونمشي لحد ما يكسرنا. لكن الندم في الأصل طاقة ممكن تتحول لدافع. اسأل نفسك، أنا ندمان على إيه؟ ندمان إني ضيعت وقت؟ طيب يبقى أستغل الوقت اللي باقي. ندمان إني جرحت حد؟ يبقى أعتذر أو أعوضه. ندمان إني ضيعت فرصة؟ يبقى أتعلم وأكون مستعد للفرصة الجاية. الندم من غير خطوة عملية يساوي عذاب، لكن الندم مع خطوة عملية يساوي تغيير. وكل ما تحس إن الندم بدأ يكسرك، افتكر إن ربنا خلقك تغلط وتقوم، تغلط وتقوم. يعني الخير مش في إنك ما تغلطش، الخير في إنك تندم وتتوب وتبدأ من جديد. أكتر حاجة بتخلي الزعل من نفسك يتحول لعذاب إنك تعامل نفسك كعدو، تتصرف معاها كأنها خصم لازم تتحاكم وتتجلد ليل نهار. بس خليني أسألك سؤال بسيط، لو صاحبك المقرب جه وقال لك أنا تعبت، أنا غلطت، أنا ندمان، هتقول له إيه؟ هتقول له أنت فاشل، ملكش قيمة؟ ولا هتطبطب عليه وتقول عادي يا صاحبي، كلنا بنغلط، المهم نتعلم ونقوم؟ طب ليه مع نفسك ما بتعملش كده؟ ليه قاسي على نفسك أضعاف اللي بتعمله مع غيرك؟ النفس محتاجة حضن، محتاجة رحمة، محتاجة تسمع منك جملة بسيطة، أنا مسامحك. لو فضلت تعامل نفسك كعدو عمرك ما هتتقدم، لكن لما تبدأ تعامل نفسك كصديق هتلاقي الرحلة أخف وأهدى. في الآخر نفسك دي هتفضل معاك طول العمر، يا إما تخليها سجن يا إما تخليها بيت أمان. فيه خط رفيع جدا بين حاجتين، جلد الذات ومحاسبة النفس. الاتنين شكلهم قريب لكن النتيجة مختلفة تماما. جلد الذات إنك تفضل تعيد وتزيد في نفس الجملة، أنا غلطت، أنا فاشل، أنا مش نافع، والموضوع ما يخلصش، مفيش خطوة بعدها. بس جلد، 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 ده يكسرك ويخليك عاجز حتى عن المحاولة. محاسبة النفس إنك توقف مع نفسك بصدق وتقول أيوة أنا غلطت هنا، عملت كذا، قصرت في كذا. لكن بعد الاعتراف تسأل، طب إيه اللي ممكن أعمله عشان أصلح أو أتطور؟ يعني تدي لنفسك حكم عادل مش حكم بالإعدام. اللي يفرق بينهم نيتك وخطوتك. جلد الذات بيخليك تكره نفسك وتستسلم. محاسبة النفس تخليك تحترم نفسك أكتر لأنك بتديها فرصة تتغير. المصيبة إن ناس كتير فاكرين نفسهم بيلوموا ذاتهم عشان يتغيروا، لكن في الحقيقة هم بس بيعذبوا نفسهم من غير ما ياخدوا خطوة. جوا كل واحد فينا في صوت داخلي، صوت ناقد. الصوت ده ساعات بيبقى زي قاضي قاسي يفضل يهاجمك على كل حاجة. ليه اتأخرت؟ ليه ما قلتش كده؟ ليه ما ذاكرتش؟ ليه عملت الغلطة دي؟ المشكلة مش في وجود الصوت، المشكلة في شدته. لو فضل عالي طول الوقت هيتحول لجدار بينك وبين أي محاولة تغيير، لأنك مش هتعرف تتحرك من كتر ما هو بيشتمك. إزاي تخفف الصوت ده؟ أول خطوة، خليك واعي إن ده صوت جواك مش الحقيقة المطلقة. تاني خطوة، جاوبه بهدوء. مثلا لو قال لك أنت فاشل، رد عليه أنا يمكن فشلت في موقف، بس ده مش معناه إني فاشل كإنسان. ثالث خطوة، قلل وقته. لو دماغك فضلت تلومك نص ساعة، قل لنفسك خلاص كفاية، استوعبت الرسالة، أبدأ أعمل حاجة صغيرة دلوقتي. النقد الداخلي محتاج يتوازن، لو غاب تماما هنبقى مهملين، ولو عليا قوي هنفضل محطمين. السر إنك تسمع الرسالة من غير ما تخليها تحكم على قيمتك كإنسان. اللي فات ما يرجعش، بس ينفع تبدأ صفحة جديدة. ويمكن أجمل حاجة في حياتنا إن كل يوم بيجي ومعاه فرصة بداية جديدة. الناس ساعات بتفتكر إن الماضي هو اللي بيحدد قيمتك، لو غلطت زمان خلاص انتهيت. لكن الحقيقة قيمتك مش مرتبطة بأخطائك، قيمتك مرتبطة بقدرتك إنك تقوم من تاني. بداية الصفحة الجديدة مش محتاجة حاجة ضخمة، ممكن تبدأ بقرار صغير، أنا مش هكرر الغلطة دي تاني. ممكن تبدأ بعادة بسيطة، تقرأ صفحة قرآن، تكتب فكرة، تتحرك رياضة 10 دقايق. ممكن تبدأ بكلمة لنفسك،
أنا أستحق فرصة جديدة. وحتى لو الماضي مليان وجع وأخطاء، افتكر دايما إن ربنا بيغفر كل الذنوب، يعني مفيش حاجة أكبر من مغفرته. وإنت كمان ما ينفعش تبقى قاسي على نفسك أكتر من اللي خلقك. لو ربنا بيفتح لك باب التوبة والرحمة، أنت ليه تقفله على نفسك؟ الصفحة الجديدة مش محتاجة تاريخ مميز ولا بداية سنة. الصفحة الجديدة ممكن تبدأ دلوقتي وانت بتسمعني. البداية الجديدة سهلة، الصعب هو انك تثبت نفسك فيها. احنا كتير نبدأ بحماس، وبعد أيام أو أسابيع نرجع تاني لنفس الحلقة. زعل، جلد ذات، محاولة، سقوط. ازاي نثبت؟ وعد، صغر أهدافك. المشكلة إننا نبدأ بخطوات كبيرة جدا، ولما ما نقدرش نستمر نزعل من نفسنا أكتر. ابدأ بحاجة صغيرة جدا، لكن كررها. القوة مش في الكمية، القوة في الاستمرار. 2. سامح نفسك بسرعة لما تقع، ما تفضلش تعاقب نفسك بالشهور. سامحها بسرعة وقول ماشي، وقعت، أقوم تاني. اللي يفرق مش عدد المرات اللي وقعت فيها، اللي يفرق عدد المرات اللي قمت فيها. 3. خليك محاط برسائل إيجابية. أقرأ، اسمع، اتفرج على أي حاجة تديك أمل، لأن لو دماغك فاضية هيدخل فيها صوت النقد الداخلي من تاني. 4. ركز على الطريق مش النتيجة، ما تستناش الكمال. كل يوم تمشي خطوة صغيرة، هتلاقي نفسك بعد فترة بعيدة جدا عن النقطة اللي كنت فيها. الثبات مش إنك تبقى مثالي، الثبات إنك ترجع تكمل بعد كل توقف. من أكتر الحاجات اللي بتتعبنا إننا مش عارفين نوازن بين حاجتين: الطموح وقبول نفسنا الحالية. الطموح ضروري، من غيره هنفضل واقفين مكاننا. بس كمان قبول نفسك مهم، من غيره هتعيش طول عمرك ناقص وراضيش عن أي حاجة. إزاي نعمل التوازن؟ قول لنفسك أنا راضي إني دلوقتي في النقطة دي، لكن كمان نفسي أكون أحسن. يعني رضا مش استسلام، وطموح من غير قسوة. تخيل لو أنت واقف على طريق طويل، لو فضلت تبص للنهاية بس هتحبط، ولو فضلت تبص لمكانك وتقول لسه هنا هتتحبس. لكن لو تبص لخطوة قدامك وتقول كويس أنا ماشي، هتلاقي نفسك بعد وقت طويل وصلت من غير ما تحس. قبول نفسك مش معناه إنك تكسل، قبول نفسك معناه إنك ما تكرههاش في المرحلة اللي هي فيها، لأن أي طموح من غير حب للنفس هيبقى تعذيب مش رحلة. واحدة من أكبر أسباب الزعل من نفسك إنك بتشوفها بعين الناس مش بعينك. حد قالك زمان كلمة كسرتك، حد قارن بينك وبين غيرك، حد خلاك تحس إنك أقل أو مش كفاية. ومع الوقت صوته بقى جوه دماغك، انت بقيت تكرر كلماته على نفسك. المشكلة ان رأي الناس مش ثابت، النهاردة يقولوا انك فاشل، بكرة لو نجحت يقولوا عبقري. يبقى ازاي تربط قيمتك بحاجة متقلبة كده؟ قيمتك مش جاية من كلام الناس، قيمتك جاية من انك انسان، من محاولاتك، من قلبك اللي لسه بيحاول يقوم بعد كل سقطة. لما تعيش بعين الناس عمرك ما هترتاح. لما تعيش بعينك انت وبمعاييرك انت، ساعتها بس هتحس بحرية. اسأل نفسك أنا مين في نظري أنا؟ ولو لقيت الإجابة لسه مش مرضية، يبقى بدل ما تستنى تصفيق الناس، اشتغل على نفسك لحد ما تبقى راضي من جواك. كلنا بنمر بلحظات ضعف، لحظات نحس فيها إننا مش قادرين، إننا وقعنا، أو رجعنا للعادات اللي كنا فاكرين إننا خلصنا منها. المشكلة مش في الضعف نفسه، المشكلة في رد فعلك على الضعف. في ناس أول ما يضعفوا يكرهوا نفسهم، ينسوا كل خطوة كويسة عملوها ويركزوا بس على السقوط. لكن الحقيقة إن الضعف جزء من الطبيعة البشرية. أنت مش محتاج تكون قوي طول الوقت. القوة الحقيقية إنك ما تستسلمش حتى لو وقعت 100 مرة. القوة الحقيقية إنك تعرف تتعامل مع الضعف برحمة وتقوم بعده بخطوة. افتكر دايما، الضعف مش نهاية، الضعف محطة راحة. زي العداء اللي بيقف ياخد نفس عشان يكمل السباق، مش معناه إنه خسر، بالعكس، الوقفة دي هي اللي بتخليه يقدر يكمل. فالمرة الجاية اللي تلاقي نفسك ضعفت، قول لنفسك عادي، أنا إنسان، المهم أرجع أقوم حتى بخطوة صغيرة. الماضي ده أكتر شيء بيطارد أي حد زعلان من نفسه. مواقف قديمة، أخطاء، كلمات، فرص ضاعت، تفضل رجعت على بالك كأنها بتحاكمك طول الوقت. المشكلة إن الماضي ما بيتغيرش. مهما رجعت تفكر وتلوم نفسك، مش هترجع اللحظة دي ولا هتغير اللي حصل. لكن اللي يتغير هو أنت دلوقتي واختياراتك دلوقتي. تخيل نفسك سايق عربية وبصص في المراية الخلفية طول الوقت، إيه اللي هيحصل؟ هتخبط. المراية الخلفية مهمة بس عشان تاخد بالك، لكن الطريق الأساسي قدامك. الماضي لازم يبقى مرجع مش مسكن، تتعلم منه.
تاخد العبرة وتكمل لقدام. لو فضلت عايش في الماضي عمرك ما هتبدأ حياة جديدة، ولو استعملته كدرس هيبقى وقود يدفعك لقدام. فالمرة الجاية اللي يجي فيها الماضي يطاردك، قول لنفسك: أنا مش أسير اللي فات، أنا ابن اللحظة دي. الزعل من نفسك مش دايما شيء سلبي، أوقات هو اللي بيولد أعظم طاقات التغيير والإبداع. فكر في أكبر الكتاب، الفنانين، وحتى العلماء، كتير منهم مروا بلحظات زعل عميقة من نفسهم أو من حياتهم، بس بدل ما يسيبوا الزعل يكسرهم حولوه لإبداع. واحد كتب رواية غيرت العالم كله لأنه كان موجوع من نفسه. واحد اخترع حاجة جديدة لأنه كان زعلان إنه قصر قبل كده. واحد تاني عمل مشروع عظيم لأنه كان حاسس إنه ضيع وقت ومش عايز يضيع تاني. الزعل ممكن يكون نار تحرقك أو نار تدفيك وتنور طريقك. الفرق الوحيد أنت هتستعمله إزاي. المرة الجاية اللي تبص لنفسك وتقول: أنا مش راضي، أنا متضايق، حول الجملة دي لسؤال: طب أعمل إيه عشان أغير الواقع؟ اكتب، ارسم، اشتغل، تعلم، ابني أي حاجة. خلي الزعل يطلع في صورة إنجاز مش في صورة جلد ذات. الوجع اللي جواك ممكن يبقى بداية قصة نجاح لو اخترت تستخدمه صح. العلاقة اللي بينك وبين نفسك هي أطول وأقوى علاقة هتعيشها في حياتك. أنت ممكن تخسر أي حد، لكن عمرك ما هتقدر تهرب من نفسك. عشان كده لازم تتعامل معاها زي ما تتعامل مع أقرب إنسان بتحبه. زي ما بتدي صديقك وقت يسمعك، ادي لنفسك وقت تسمعها. زي ما بتسامح حد بتحبه لما يغلط، سامح نفسك برضه. زي ما بتشجع غيرك لما يقع، شد على إيد نفسك وقول لها: قومي، أنا جنبك. النفس مش محتاجة أسوأ عشان تتغير، محتاجة حب، رحمة وصبر. وأصعب زعل هو الزعل من نفسك. لكن صدقني، أحن مصالحة هي لما تبدأ تقول لنفسك: أنا مسامحك وأنا مؤمن إنك تستاهلي بداية جديدة. فكل ما تلاقي نفسك موجوع أو زعلان، افتكر إنك مش محتاج عدو جديد، أنت محتاج صديق، وأول صديق حقيقي لازم تكونه هو نفسك. دي كانت حلقتنا النهاردة. لو حسيت إن الكلام لمس قلبك، شاركه مع غيرك يمكن يكون محتاجه. وافتكر دايما، نفسك مش عدوك، نفسك بيتك الأول.